الحياة مش عملية حسابية 1 زائد 1 يساوي 2. ده بحساباتك انت. بحسابات ربنا سبحانه وتعالى ممكن يساوي 3 وممكن يساوي مليون. ياما حاجات جرينا وراها سنين ولما خدناها طلعت عينينا، وياما حاجات جرينا منها وعرفنا بعد كده ان هي اللي فيها الخير كله. لازم يكون عندك امتثال تام. ربنا هنا فاستقم كما أمرت. تعال نفترض فرضية خيالية كده مع بعضينا، مش هتحصل على أرض الواقع. افترض إننا جبنا شخص ما هنسميه مثلا الأستاذ سين، اديناه ورقة فلوسكاب فاضية وش وظهر وقلنا له اكتب كل اللي نفسك فيه، هنحقق لك كل أحلامك دلوقتي. قعد الأستاذ سين مع الورقة بتاعته نص ساعة ولقيناه كاتب كل اللي يتمناه، وبعدها قلنا له معلش يا أستاذ سين، الأوردر بتاع حضرتك كله موجود ما عدا الصحة، ممكن نشيلها؟ تفتكر هيوافق؟ أكيد هيرفض. طب يا أستاذ سين، في أوردر لسه ما طلعش كان رايح للأستاذ صاد، تاخد منه الصحة وتديله الفلوس اللي معاك يتعالج بيها؟ لا برضه. طب تاخد الصحة والفلوس وتدينا السعادة؟ برضه لا. وأعتقد مش هيوافق يفرط في البني كمان. ده مش اسمه طمع، ده سعي بشري تاريخي وأزلي، اسمه البحث عن الكمال أو المثالية. المثالية في الامتثال. رحلة وانت المسافر اللي ما عندكش أبسط المعلومات عن رحلتك، لا انت كان عندك علم بميعاد التحرك ولا عندك علم بميعاد الوصول. مين معاه الGPS؟ ربنا. تعرف حد غيره عنده خط السير اللي المفروض تمشي عليه؟ حد غير ربنا يعرف الغيب؟ حد غير ربنا يعرف ايه القرار اللي فيه مصلحتك وايه القرار اللي هيضرك؟ يبقى عشان تخرج بره دايرة المراهنات وما تعيش حياتك كمقامر مش عارف هيكسب ايه وهيخسر ايه، اللي هو ضد فكرة المثالية اصلا، لازم يكون عندك امتثال تام. لو انت رايح تزور واحد صاحبك وهتقابله في عنوان انت ما تعرفوش ولا عمرك رحته، هتعمل ايه؟ هتطلب منه يبعت لك اللوكيشن. هل وانت مش عارف العنوان عندك فرصة تجود؟ عندك فرصة تجرب طرق مختصرة؟ ولا هتمشي ورا الGPS لحد ما توصل؟ حالة واحدة بس من حقك فيها ما تمشيش ورا العنوان اللي صاحبك اداهولك، انك تكون مش واثق فيه. لو عارف انه بيهزر كتير مثلا، عنده متلازمة رامز جلال وبيحب يعمل مقالب. طب انت حياتك ايه غير رحلة؟ ده تعرف تعمل لي جرد لكل النجاحات اللي في حياتك؟ اي نجاحات في حياتك؟ جوازة مستقرة نجاح، وظيفة كويسة ده نجاح، 20 جرام ذهب من ايام ما كان ب 800 جنيه ده نجاح، وهكذا. كم نجاح من دول انت كنت عارف نتيجته قبل ما تمشي في الطريق بتاعه؟ كم حاجة من دول ما كنتش رافضها في الاول وشايف انها هتخيش منك وتطلع فيها الخير؟ طب حصلت معاك كم مرة عموما ان مصلحتك تتحقق من اخر طريق كنت تفكر تمشي اصلا؟